السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النرويج معروف انها هي الدولة الاولى في العالم في التحول الى السيارات الكهربائية. الصين معروف ان فيها تقريبا حوالي 60% من العربيات الكهرباء اللي موجودة في العالم. مصر وصلنا الى تقريبا حوالي 17300 عربية كهرباء. طب ايه الجديد؟ الجديد ان مصر ان شاء الله لو تم اللي بتخطط له دلوقتي واللي بتتكلم عليه الحكومة حاليا، فده هيكون طفرة كبيرة جدا وانجاز ضخم في لمصر على مستوى العالم. احنا مش بنتكلم على المستوى المحلي دلوقتي، احنا بنتكلم على مصر هتتحط على خارطة العالم وهتتحط في موسوعات العالم في الخطوة اللي ان شاء الله تتم على خير دي. طيب ايه هي الخطوة؟ رئيس الوزراء قعد مع وزير المالية قال له شوف لي التحول الكهربائي للحكومة ده هنعمله ازاي. محتاجين دلوقتي ان كل الشركات او الوكلاء اللي موجودة في مصر تقدم لنا عروض لعربيات كهرباء. الله، برافو بجد، برافو. انا في اعتقادي ان دي خطوة سابقة وخطوة عملاقة. هل تعلموا ان مفيش ولا دولة في العالم عملت الخطوة دي لغاية دلوقتي؟ لا، احنا لو عملناها يبقى فعلا احنا سباقين، وفعلا برافو علينا. ربنا يا رب يتمها على خير. الخطوة دي يا جماعة هتودي الحكومة المصرية في منطقة تانية خالص، في منطقة انها هتبقى حكومة يحتذى بيها على مستوى العالم في الطاقة النظيفة وفي التطور التكنولوجي بتاع الحكومة. تخيل العالم وهو بينظر لحضرتك وانت متحول بكل سياراتك الحكومية الى سيارات كهرباء. تخيل مدى التوفير اللي هيحصل للحكومة المصرية من خطوة زي دي. توفير في البنزين، توفير في الصيانات، توفير في الزيوت، توفير في قطع الغيار. احنا عارفين وحكينا قبل كده اكتر من مرة ان العربيات الكهرباء بتوفر في قطع الغيار كتير جدا عن عربيات البنزين، لان اوريدي اصلا العربية الكهرباء قطعها بشكل عام هي اقل من قطع العربية البنزين. يا جماعة احنا دلوقتي داخلين على مرحلة فعلا اعتقد انها مرحلة محترمة جدا جدا. السمعة المصرية هتبقى في حتة تانية خالص على مستوى العالم، ودي حاجة بصراحة يعني تفرحني جدا 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 جدا. معلش انا يمكن مرهق شوية لسه جاي من السفر، بس فعلا كان لازم اطلع اقول للحكومة برافو، وان شاء الله الخطوة تتم على خير، وان شاء الله فعلا الحكومة تتحول الى السيارات الكهربائية وتبقى قدوة لكل الناس. احنا والله هدفنا ان كل الناس توفر، كل الناس تنبسط، كل الناس تستمتع زي ما بيحصل معانا. يعني احنا كل الناس اللي بتتكلم في منطقة العربيات الكهرباء هي ناس فعلا، او يعني عايز اقول بنسبة 90% ناس فعلا بتسعى لان الناس تنبسط زيها. يعني حد داق حاجة حلوة فبيقول اللي جنبه اتفضل دوق معايا. الخطوة دي يا جماعة، الخطوة الحكومية دي خطوة استباقية وخطوة ذكية وخطوة عملاقة بجد للحكومة المصرية. وحابب اهني الحكومة كلها واقول للوكلاء لو سمحتوا انتهزوا الفرصة دي يا جماعة وقدموا عروض مغرية، عروض كويسة للتحول الكهربائي للحكومة. لان يا جماعة والله الوكيل اللي هيدخل في المنطقة دي او هيلعب في الحكومة او هيلعب مع الحكومة في المنطقة دي هيروح في حتة تانية خالص. انا شخصيا متوقع وكيل معين هو اللي هيدخل في المنطقة دي وهو اللي هيستحوذ وهو اللي هيقدم عروض مميزة، وحتى لو ما قدمش عروض يعني الاكثر تميزا فهو هيتقبل. مش هقول لكم هو مين، خمنوا انتوا بقى وقولوا لي مين الوكيل ده، لان هو ليه سابقة يعني اعمال وليه سابقة تواجد في المنطقة دي تحديدا في مصر يعني. فانا اتوقع ان هو ده الوكيل اللي هيتاخد منه عربيات لصالح العربيات الحكومية المصرية. بس انا منتظر توقعاتكم، يمكن انا توقعاتي تخيب ما يطلعش الموضوع هو صح يعني.
فالوكيل يا جماعه اللي هيدخل في المنطقه دي او هيلعب مع الحكومه في المنطقه دي، لا هيلعب في منطقه مليارات. انتوا متخيلين العربيات الحكوميه عددها قد ايه يا جماعه؟ العربيات الحكوميه عددها مرعب بجد فعلا. يعني انت ما بتمشيش في مكان دلوقتي الا ما بتقابل عربيه حكومه رايحه او جايه. العربيات دي كلها لو اتحولت الى السيارات الكهربائيه، لا هيبقى في خطه، يعني هيبقى في ترشيد استهلاك مش طبيعي وتوفير للعمله الصعبه بارقام مليونيه. الكلام ده درسناه ونزلته قبل كده يمكن على البيج هنا، وقدمناه فعلا بدراسه فيها ارقام ونشدت فيها الحكومه على فكره. وانا بشكر الحكومه ان هي فعلا يعني التفتت للمنطقه دي، وان شاء الله مصر هيبقى لها السبق على مستوى العالم في الموضوع ده، والموضوع ده هيتم على خير، وهتبقى مصر اول دوله في العالم تحول اسطولها الحكومي الى سيارات كهربائيه. دايما يا رب كده اخبار سعيده، واشوفكم على خير، والسلام عليكم.